امرأة وتحمل عجيب. امرأة تتحمل هذا التحمل، ما بال رجالنا؟ اسمع لقصتها. يقول هذا الطبيب، يقول كنت وهو طبيب يعمل في مركز القلب وجراحة القلب، يقول هذه المرأة لها طفل عمره 2.5 سنين. يقول عملنا عملية جراحية في قلبه، عمره 2.5 سنين، طفل صغير. يقول وبعد يومين من العملية، وكان يعني بعد يومين حالته زينة وصحته جيدة، لكن يقول بعد يومين من العملية أصيب بنزيف من الحنجرة. يقول هذا النزيف ازداد حتى أدى إلى توقف قلبه مدة من الزمن، وحاول الأطباء وتجمعوا حوله، وحتى يعني بعد أن تدارك الوضع قال يعني أحد الأطباء قال احتمال أن يكون الطفل مات دماغيا، دماغه مات، وربما لن يكون له أمل في الحياة. ماذا نقول لهذه الأم؟ كيف نصارحها؟ وهذه الأم أيام طويلة تقف عند هذا الطفل الصغير عمره 2.5 سنين. كيف نفاجئها؟ كيف نخبرها؟ يقول الطبيب جئنا لهذه الأم، جلسنا معها، قدمنا لها مقدمة، ثم قلنا لها ربما لن يكون لهذا الطفل أمل في الحياة، دماغه ربما يكون قد مات. تعرفون كيف ردت هذه الأم؟ مباشرة قالت الشافي هو الله، المعافي هو الله، أسأل الله إن كان له خير في الشفاء أن يشفيه. فقط، لم تقل إلا هذه الكلمات. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شوف الإيمان ماذا يفعل في القلب. قالت إذا الله كاتب له الخير الله يشافيه. ثم جلست عند رأسه وأخذت مصحف، عندها مصحف صغير، وأخذت تقرأ القرآن على طفلها. أيام وطفلها على هذا الحال. يقول حتى بدأ يتحرك جسمه قليلا، لأنه خلاص مغمى عليه، جسم ميت. يقول الطبيب بدأ جسمه يتحرك قليلا. قل الحمد لله، يعني هذا إن شاء الله علامة خير. يقول وبعد يومين يأتيه نزيف أشد من الأول. يقول ويتوقف قلبه مرة ثانية. يقول ونحن ندركه، وبعد أيام نفس النزيف، ثم يتوقف القلب. يعني 6 مرات يقول ويحصل له هذا الأمر، يتوقف قلبه 6 مرات، حتى أكدنا لها أن ابنك مات دماغيا، يعني طبيا ميت. وهي تقول الحمد لله. يقول الطبيب عجبنا من حالها، ما انهارت، ما صاحت، ما ولولت، فقط تقول الشافي هو الله، والمعافي هو الله. الله يعافيه إن أراد فيه خير، الله يعافيه، إن علم له خير يشافيه الرب عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين. يقول الطبيب وبعد أيام سيطرنا على النزيف، الحمد لله، على الأقل يعني شيء من الأشياء قدرنا عليه، والطفل لا يتحرك. يقول ثم بعد أيام ابتلي بخراج كبير، ثم التهاب في الدماغ، إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا لها ابنك يزداد وضعه حرجا وحالته أخطر من قبل، يعني ما ندري ماذا نصنع له. يقول تخلصنا من الخراج الذي أصاب دماغه. يقول وبعدها بأيام يصاب بتوقف والتهاب حاد بالكلى، فشل كلوي. يقول كاد أن يموت، خلاص وصل إلى حد الموت، الدماغ، القلب، النزيف، الحنجرة، الآن وصل للكلى. يقول والأم متماسكة متوكلة على ربها. الأم أبدا لا تقول إلا أن الشافي هو الله عز وجل. 4 شهور والطفل على هذه الحال. يوميا تأتي الأم تفتح المصحف تقرأ على طفلها عمره 2.5 سنين، 4 شهور على هذه الحال. يقول الطبيب بعد 4 شهور من هذه العملية يصاب بالتهاب في الغشاء البلوري المحاط بالقلب. يقول اضطرينا أن نفتح قفص الصدري ونترك القفص مفتوح ليخرج الصديد، ووالدته ترى طفلها على هذه الحال وهي تقول الله هو الشافي، يعني ما في شيء صاحي، وتقول الله هو الشافي. يقول الطبيب بعد 6 شهور أخرجنا الطفل من الإنعاش إلى القسم. يقول لا يتحرك ولا يتكلم
ولا شيء وصدره مفتوح، وقلنا خلاص يعني لابد بعد 6 شهور ما في فايدة، خلاص نترك إما أن يموت أو يتغير الحال، يعني ما في فايدة خلاص. توقف قلبه 5-6 مرات، والأم 6 شهور وهي صابرة تقرأ عليه القرآن، لا تشتكي إلا إلى الله عز وجل، لا تبث همها إلا لله عز وجل تعالى. يقول الطبيب بعدها بشهرين كان الطفل في قسم الأطفال، خلنا في قسم الأطفال، يقول والأم تقرأ عليه يوميا وتقرأ عليه يوميا. يقول الطبيب يقول والله بعد شهرين فقط من إخراجه من الإنعاش وإدخاله إلى قسم الأطفال، بعد شهرين فقط الطفل يمشي ويتكلم ويلعب كالأطفال، ليس به شيء أبدا. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. بعد أن قال الأطباء لا فائدة والطفل ميت دماغيا و6 مرات يقف القلب وأصيب بأمراض أشد من هذا، كل مرض يكفي لقتل هذا الطفل، والأم صابرة محتسبة متوكلة على الله عز وجل، أقصى ما تقول الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. يقول الطبيب يقول بعد 1.5 سنة، بعد يعني قصة يقول ما نسيتها، بعد 1.5 سنة رأيت الأم مع زوجها جاء يسلمان علي، فتذكرت أنت أم الطفل؟ قالت نعم أنا أم. ها ما الخبر؟ عندهم موعد للطفل، والطفل الحمد لله صحته جيدة بعد 1.5 سنة أبدا ما في شيء. يقول وعندهم طفل صغير، يحملون طفل صغير، الحمد لله هذا الطفل الذي بعده؟ قالوا نعم هذا الذي جاءنا بعده. يقول سألتم كم عندكم؟ متزوجين هم كبار يعني في السن، عندهم يمكن يعني متزوجين منذ سنوات طويلة. قلت لهم ها كم طفل عندكم؟ قالوا والله ليس عندنا إلا هذان الطفلان. قلت سبحان الله، يعني هذا المريض كان هو الأول. قالت الأم نعم، حرمنا من الأطفال 17 سنة، ثم رزقنا الله عز وجل هذا الطفل الذي كان مريضا. بعد 17 سنة ترزق بطفل يكاد أن يموت بين يديها، والأطباء يفقدون الأمل ويزيلون يرفعون أيديهم عن الطفل، وهي لا تزيد على أن تقول الشافي هو الله والمعافي هو الله، وتدعو له بالشفاء وتقرأ القرآن. أي صبر هذا! وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا